السلام عليكم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل اجمد طاجن باميه باللحمه هتاكليه في حياتك. يلا بينا. الباميه دي انا مفرزاها من الصيف، بتقعد معاكي بال6 7 شهور. فرزي كده ومن غير اي افتكاسات، انا بقمعها وبغسلها كويس وبشيلها وهتطلع زي ما هتشوفيها دلوقتي. هاتيلي بقى بصلتين متوسطين وانزلي كده باي ماده دهنيه انت بتحبيها، سمنه، زيت، زبده، زي ما تحبي. انزلي بالبصله ومعاهم كمان معلقه توم مفروم. بعد ما البصله تدبل شويه كده انزلي بمعلقه التوم المفروم. وما تنسيش واحنا شغالين بنصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، وبنسبح وبنستغفر وبنكبر وبنحمد ربنا على كل النعم اللي بيديها لنا. بصوا التوم لونه فاتح ازاي. التوم ده انا فرسته وهنزل لكم الفيديو قريب ان شاء الله. لونه ما بيتغيرش وما بيصفرش وما بيخضرش. انزلي بقى بمعلقه توم كبيره كده على البصل وشوحي البصل كويس قوي. وبعدين هتنزلي بالطماطم بعد ما تحسي ان التوم دب معاكي كده وتشوح مع البصله كويس. انا كنت سلقه اللحمه علشان اضمن انها تستوي في سوا الباميه. سلقتها في الاول وهنزل بيها على البصله كده، هديها تشويحه. وبعدين هنزل بالطماطم. طبعا في رمضان ما تعمليش كميه اكل كتير، يعني يا دوبك على قد الفطار، ما تكتريش عشان الاكل اللي بيبات ما بيتاكلش. فنزلت بكميه الطماطم وعامله بالظبط إيه، يعني اقول لك ايه، كوبايه باميه، مش كتير، يعني يا دوبك طبق بالظبط على قد الفطار. انزلي بقى بالطماطم كده وهنركنها بقى تسيبها تتسبك مع نفسها. طبعا حطي بقى ملحك وفلفلك، ومش هنحط البهارات الا لما ننزل بالباميه. هظبط بس الملح والفلفل وهسيبها بقى كده تتسبك على نار هاديه او متوسطه. وبعدين هنعمل الرز حبه وحبه. انا بحب جدا الرز والحبه وحبه ده مع اي خضار، طعمه بيبقى متميز كده وجميل. يعني حبه متحمرين وبعدين بنزل بالرز الابيض العادي بالسمنه بقى البلدي بتاعتك او حته زبده كده على شويه زيت. وحمري معلقه رز، معلقتين كبار رز. اول ما يوصل للون الذهبي هتنزلي ببقيه كميه الرز. وبرده الرز اعمليه على قد الفطار، يعني بلاش التبذير بالذات في الفطار. احنا بنبقى صايمين ففاكرين ان احنا هناكل كل الترابيزه او السفره، لكن بالعكس احنا بمجرد ما بنشرب كوبايه التمر او العصير خلاص بتحسي انك شبعتي. فاعملي الاكل على القد ويتاكل ويخلص احسن ما يبات وتاني يوم تعملي غيره وما يتاكلش. يعني خلينا اقتصاديين كده ونحافظ على نعمة ربنا. هظبط بقى الملح بتاع الرز والمية بتاعته وهسيبه برضو يتشرب على النار. وبعد كده هشوف التسبيكة بتاعت البامية وصلت لحد فين. بنسبح كتير اليومين دول وبندعي الدعوات مستجابة، وما تنسوش تدعولي معاكم بظهر الغيب وانا كمان هدعيلكم. بصوا كده الطماطم اتسبكت زي الفل. بصوا كمية البامية حبة صغننين يا دوبك طبقين على قد الفطار. انزلي بقى بالبامية المتفرزة وبصوا لونها جميل ازاي، ولا لونها اتغير ولا دبلت ولا اي حاجة. انا مفرزاها دي. انزلي بقى بكده بشوية شوربة او شوية مية، هنسيبها بقى تاخد غلوة كده مع نفسها لغاية لما تستوي زي ما احنا شايفين. هغطيها بقى كده. بصوا كده بقى هي اتسبكت اهي واستوت. علشان بقى الريحة بقى تطلع كده وتظهر، معلقة توم كمان وقرنين فلفل اخضر كده او رومي، يعني عايزاه سبايسي تمام، عايزاه رومي تمام، المهم تحطي فلفل اخضر وتوم مع البامية. حطي بقى بهاراتك، ملح، فلفل، بهارات لحمة، مرقة، والملح ظبطيه وقلبي تقليبة كده. وبعدين هكون محضرة الطاجن بتاعي ومسخنة الفرن قبلها، ده علشان تقدميه بشكل كويس. هنزل بقى بعد ما البامية استوت معايا كده خلاص تمام، هنزل بقى في الطاجن وهدخله الفرن. بس في تكاية كده هعملها، هنعمل طشة للبامية، طشة زي بتاعة الملوخية، يعني معلقة كزبرة ناشفة ومعلقة توم صغيرة. والريحة بقى في حتة تانية، الطشة بتاعة البامية دي بتودي طاجن البامية في حتة تانية. هحطه بقى في الفرن ويطلع بقى بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. ألف هنا وشفا. ما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة، وكل سنة وانتم طيبين. يلا بقى نختم واللحمة بقت دايبة دوب اهو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام.